السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل النهارده ان شاء الله محافظة اسكندرية لتانية ثانوي بحتة. يلا نقول بسم الله ونبدأ حل اول سؤال. اول سؤال هنا يا مستر بيقول لي قياس اكبر زاوية في المثلث ده الذي اطول اضلاعه 3 و4 و5. 3 نفترض ده الف شرطة وده ب شرطة وده كده ج شرطة، فاكبر زاوية قدام اكبر ضلع يعني دلوقتي اكبر زاوية اللي هي قياس زاوية ج. طب القانون بتاع قياس زاوية ج بتساوي ايه؟ القانون ده جاتا ج. بعمل كده في الاخر القانون عندي فيه 3 اضلاع اللي هو قانون جاتا في حساب مثلثات. سالب ج شرطة تربيع كده في الاخر الضلعين التانيين الف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع على 2 الف شرطة ب شرطة. تعويض مباشر هنا. الف بكام؟ ب3 تربيع ب9 او زائد ب 5 تربيع ب25 سالب 7 تربيع ب49 على 2 في الف اللي هي 3 في ب اللي هي بكام؟ ب5. تعمل دي بالآلة شوف هتطلع معاك كام. دي هتطلع معاك كده سالب نص. تمام، يبقى جاتا ج بسالب نص، يبقى قياس زاوية ج شيفت كوزين سالب نص هتديك الزاوية بكام؟ ب120 درجة. تمام، فانا هنا هختار 120 درجة اللي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا سؤال رقم 2. مجال الدالة دي، المجال دي دالة جذرية، جذر تربيعي في البسط، يبقى المجال ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. يبقى هنا 1 سالب س أكبر من أو يساوي صفر، تطلع الواحد بره الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى سالب س أكبر من أو يساوي سالب 1. عشان أقسم على سالب في المتباينات العلامة بتتعكس، يعني هنا تبقى س أصغر من أو يساوي كام؟ 1. تمام، هنا ممكن أعملها كده بخط أعداد قدام عينيا، هنا موجب ما لا نهاية، هنا سالب ما لا نهاية، الرقم اللي هو مديهولي ده 1. تمام، في يساوي فالدايرة مغلقة. أصغر فأنا همشي كده ناحية الشمال لغاية السالب ما لا نهاية. فدلوقتي المجال بتاعي من سالب ما لا نهاية لغاية 1. السالب ما لا نهاية على طول مفتوح، الواحد هنا مغلق، فأنا هنا هختار الاختيار رقم ب. السؤال رقم 3 بيقول لي هنا في السؤال رقم 3 إذا كانت الدالة د س بتساوي س أس 4 ج س فإنها تكون إيه؟ الدالة دي مالها؟ دي فردية ولا زوجية ولا إيه دنيتها؟ طب بيتحل إزاي يا مستر الدرس بتاع الدالة الزوجية والفردية ده؟ بيتعمل كده، أدي د س تساوي دي س أس 4 ج س. حلو، انا بشيل السين اكتب مكانها سالب س، يعني دي سالب دي دالة سالب س بتساوي سالب س اس 4 في ج سالب س. هنا الاس الزوجي بيطير السالب تبقى دي س اس 4، الجا ما بتطيرش السالب تتكتب كده ج س. امال السالب يتكتب فين يا مستر؟ يتكتب هنا في الاول. تمام، طيب دي كده الداله الاصليه بالظبط وفي قبلها سالب، يبقى بالشكل ده فرديه. يبقى هنا هختار ايه؟ هختار فرديه. وممكن طبعا تحلها بمجرد النظر. احلها ازاي بمجرد النظر؟ هنا الاس الزوجي بيطير السالب وهنا الجا ما بتطيرش السالب، يعني هيبقى عندي سالب واحده تبقى كده فرديه. لكن لو مفيش اي سوالب وترجع زي الاصليه بالظبط تبقى مالها؟ تبقى زوجيه. السؤال رقم 4 بيقول لي هنا يا مستر نقطه راس المنحنى بتاعت دي. نقطه راس المنحنى اللي هي بتاعت الازاحات، تمام، اللي هي اسمها برضو نقطه تماثل، كل دي مسميات ليها. الرقم اللي جوه المقياس بيبقى ازاحه سينيه بكتبه بعكس الاشاره اللي هي تبقى 6، والرقم اللي بره المقياس بكتبه بنفس الاشاره تبقى 1. يبقى 6 و1 اللي هي نقطه راس المنحنى اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعديه رقم 5 بيقول لي ايه في السؤال رقم 5 يا مستر؟ هنا بيقول لي اذا كانت هنا مجموعه حل المتباينه دي، هو عايز هنا مجموعه حل متباينه. طيب اول ما الاقي جذر بالشكل ده انا بشيل الجذر والمفروض بخليه مقياس. اخليه مقياس ازاي؟ اللي بيكون تحت الجذر ده اللي هو س تربيع سالب 6 س زائد 9 ده مقدار ثلاثي مربع كامل. مقدار ثلاثي مربع كامل يعني ايه؟ يعني الاول اللي هي الس اللي هي جذر تربيع اللي هي الس تربيع، والثلاثه والتسعه قصدي لها جذر تربيع اللي هي 3. لما اضرب السين اللي هي جذر الاول في الجذر الاخير في 2 الدل في النص اللي هي تبقى س في 3 س في 2 ب 6 س، فيبقى كده هيتعمل كده ادي الجذر واكتب تحتيه كده قوس اس 2. الجذر التربيع بتاع الاول س، اشاره النص اللي هي سالب، الجذر التربيع بتاع الثاني كام؟ 3. الكلام ده اكبر من الواحد. حلو، هنا التربيع بيطير الجذر واكتب اللي جواه كده جوه مقياس، هيبقى بالشكل ده كده مقياس س سالب 3 اكبر من الواحد. حلو الكلام. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل كده يا مستر بقسم الصفحه نصين، مره س اكبر من مره س سالب 1 مره س سالب 3 اكبر من الواحد، ومره س سالب 3 اصغر من سالب 1. تمام، بعد كده هحل عادي خالص، هطلع التلاتة بره بعكس الاشاره، يبقى هنا س اكبر من 1 زائد 3، يعني هنا س اكبر من 4، تبقى هنا س اكبر من 1 و3 كام؟ 4.
حلو الكلام. والناحيه الثانيه كده تطلع دي برضو الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يعني هنا هتبقى س اصغر من -1 موجب 3، يعني هتبقى س اصغر من كام؟ اصغر من 2. تمام. ممكن اعملها كده بخط اعداد عشان تبقى واضحه قدام عينيا. دي كده 2 ودي كده 4. مفيش يساوي فعندهم هما الاتنين مفتوحين. تمام. اكبر، فانا همشي كده ناحيه اليمين ناحيه الموجب ما لا نهايه، وامشي كده ناحيه الشمال ناحيه السالب ما لا نهايه. كده انا ظللت خط الاعداد كله. يبقى اذا دلوقتي مجموعه الحل بتاعتي م ح. خط الاعداد كله متظلل اللي هو خط الاعداد اللي هو اسمه ح، ما عدا الفتره اللي في النص اللي هي من 2 لغايه 4. هما مفتوحين، السالب دي بتقفلهم. يبقى ح ناقص كام وكام؟ 2 و4، اللي هو الاختيار رقم ج. تمام. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 6 يا مستر، بيقول لي هنا اذا كانت دالة س بتساوي 5 أس س، دي كده معادلات اللي هي الدالة الأسية، فإن قيمة س التي تحقق الكلام ده بيساوي ايه؟ طيب مديني هنا دالة س بتساوي 5 أس س. تمام. ادي دالة س بتساوي 5 أس س، ده معناه لما يقول لك دالة س زائد 1 فانت هتخليها له 5 أس س زائد 1. طب دالة س ناقص 1 تخليها له برضه 5 أس س ناقص 1. تمام. فتبقى المعادلة أو المقدار اللي هو مديهولك أو المعادلة دالة س زائد 1 زائد دالة س ناقص 1، الكلام ده بيساوي 26. حلو. هشيل كل واحدة أحط قيمتها. دالة س زائد 1 هخليها 5 أس س زائد 1. تمام. زائد دالة س ناقص 1 هخليها 5 أس س ناقص 1، الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ 26. بعد كده هفكهم ازاي؟ اخلي ال 5 أس س زائد 1 دي 5 أس س في 5 أس 1 زائد 5 أس س سالب 1 هخليها برضو 5 أس س في 5 أس سالب 1، الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ 26. تمام. تبقى دي 5 في 5 أس س زائد 5 أس سالب 1 دي اللي هي 1 على 5. تمام. في 5 أس س، الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ كده 26. حلو الكلام. طيب هنا في المعدات بتاع الدالة الأسية دي أنا باخد 5 أس س دي عامل مشترك. حلو. فأنا هاخد دلوقتي 5 أس س عامل مشترك. يبقى فاضل لك إيه في الناحية الأولانية؟ في الناحية الأولانية يبقى فاضل لك كده 5 زائد فاضل لك إيه كده في الناحية التانية؟ فاضل لك 1 على 5، الكلام ده بيساوي كام؟ 26. طب 5 زائد خمس دي هتعملها بالله اشوف هتديك كام. دي هتديك يا مستر دلوقتي 5 كده أس س في دي هتديك 26 على 5. 26 على 5، الكلام ده بيساوي كام بره؟ 26. 26 على 5 دي مضروبة تروح الناحية التانية كده مقسومة، يبقى بالشكل ده 5 أس س بيساوي 26 في 5 على 26. دي طبعا مقامها كام؟ 1. 26 دي تروح مع دي، يبقى فاضل لك دلوقتي 5 أس س يساوي 5 أس كام؟ 1. الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس، يبقى هنا الس بكام دلوقتي يا مستر؟ ب1. هختار هنا 1. تمام. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 بيقول لي هنا إذا كان لوغاريتم للأساس 2 في لوغاريتم س للأساس 3 تمام، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. لما تلاقي فيه يساوي كده في وسط اللوغاريتمات هتفكر في أول خاصية من خواص اللوغاريتمات اللي هي لو لوغاريتم س للأساس أ بيساوي ص، أنا بقول له يا مستر أ أس ص بيساوي س. حلو. فأنا هعمل الكلام ده، هقول له 2 أس 1 يساوي مين؟ يساوي اللي جوه اللوغاريتم، اللي جوه اللوغاريتم اللي هو ده. تمام. طيب هعمل الكلام ده، هقول له 2 دلوقتي أس 1 بيساوي لوغاريتم س للأساس 3. طيب 2 أس 1 أصلا بكام؟ ب2، فكأنها مكتوبة هنا كده الاتنين. يبقى عندي برضو نفس الكلام، هعمل نفس الكلام تاني، يبقى هنا هقول له برضو 3 أس 2 يساوي س. طب هنا 3 أس 2 بكام؟ ب9، يبقى هنا الس بتساوي كام يا مستر؟ 9، اللي هو الاختيار رقم أ. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 8، فكرته حلوة. سؤال رقم 8 هنا يا مستر بيقول لي نهاية عندما س تقول لما لا نهاية، هنا نهاية الدالة عند ما لا نهاية أي رقم على ما لا نهاية ده بصفر. تمام. هنا مديك 9 سالب 6 س أس سالب 3. 6 س أس سالب 3 دي أنا ممكن أخليها 6 على س أس 3، نفس الكلام في اللي بعديها. طب تعال نشوف كده، أدي نهاية
عندما س تؤول إلى ما لا نهاية، وأعمل كده إشارة الكسر. اللي في البسط 9 سالب 6 س أس سالب 3، أنا هخليها 6 على س أس 3. تمام. طيب زائد 5 س أس سالب 2، برضه هخليها 5 على س أس 2. تمام. دي كده كانت 3 بس عشان ما اتلخبطش. تمام. وتحت نفس الكلام برضو، 3 س أس سالب 3 هخليها 3 على س أس 3 سالب 3. تمام. في زائد هنا تاني كام؟ 5 أس 1 على س. الكلام ده بيساوي، لو انا عوضت بالما لا نهايه هنا على طول هيديني، بص 6 هعوض هنا بما لا نهايه، يبقى 6 على ما لا نهايه بصفر، و5 على ما لا نهايه بصفر، و3 على ما لا نهايه بصفر، و1 على ما لا نهايه برضو بكام؟ بصفر. يعني تبقى المساله كده في الاخر. ادي نهايه عندما خلاص احنا عوضنا بقيمه النهايه، فانا ما اكتبش نهايه تاني. هيبقى دلوقتي فاضل لي في البسط 9 سالب، مش فاضل هنا حاجه ومش فاضل هنا حاجه، يبقى صفر وصفر يبقى صفر، على مش فاضل هنا حاجه يبقى فاضل لي كده سالب 3. الكلام ده زائد 5 أس، مش فاضل فوق حاجه يبقى 5 أس صفر. حلو الكلام. يعني ده بيساوي 9 على سالب 3، 9 على سالب 3 يعني دلوقتي سالب 3 موجب 5 أس صفر بكام؟ 5 أس صفر بواحد، يبقى سالب 3 موجب 1، إشارات مختلفة أطرح هنزل إشارة الكبير، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ سالب 2. فهنا هختار الاختيار اللي هو رقم إيه؟ رقم ب. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 9. رقم 9 هنا يا مستر بيقول لي نهاية عندما س تؤول لصفر جاء 2 س تربيع، ده بتاع نهاية الدالة المثلثية. تمام. 2 س تربيع زائد ظ تربيع 3 س على س تربيع. حلو الكلام. لازم يبقى الجا والظا كل واحدة فيهم مقامهم س. طيب هوزع الس تربيع دي، ما دي ما بين الجا والظا في زائد، فدلوقتي الس تربيع اللي هي دي تنفع مقام ليهم هما الاثنين. يعني هعمل كده، ادي نهاية عندما س تؤول لصفر. اول واحدة يا مستر 2 س تربيع جاء 2 س تربيع على س تربيع. تمام. زائد نهاية برضو عندما س تؤول لصفر ظا تربيع 3 س على س تربيع. حلو الكلام. طيب هنا طبعا لازم تبقى ضرية البسط زي ضرية المقام، فانا باخد هنا يا مستر معامل السين هنا اللي هو 2 على معامل السين اللي تحت اللي هو كام؟ هنا 1، يبقى هنا 2 على 1 فيها الاتنين. طب زائد هنا برضو ايه؟ طب هنا التربيع خلي بالك، هنا التربيع كان فوق السين هنا، لكن هنا التربيع فوق الظا. تفرق ايه دي عن دي؟ التربيع فوق الظا يبقى كأن كده التلاتة دي بالتربيع والسين برضو بالتربيع. تمام. فانا برضو هاخد معامل السين اللي هو ده على معامل السين اللي هو اللي تحت، يبقى هنا 3 بس أس 2 على 1 اللي تحت. 3 أس 2 بكام دلوقتي؟ ب9، يبقى هنا 2 زائد 9 بيساوي كام دلوقتي؟ 11. هختار هنا رقم 11 اللي هي ايه؟ د. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 هنا بيقول لي مثلث ل م ن فيه لام شرطة ب8.4. طب انا ممكن ارسم مثلث كده قدام عينيا، لام م ن. تمام. ده هيبقى لام شرطة اللي هي ب8.4 سنتي، دي كده لام شرطة. ما عنديش انا م شرطة وما عنديش ن شرطة. تمام. مديني قياس زاوية م ب75، تبقى دي كده ب75، وزاوية ن ب50. عايز اجيب زاوية لام، اجمع دول اطرحهم من 180 تديني 55. حلو الكلام. عندي دلوقتي الثلاث زوايا وعندي ضلع واحد بس. هو عايز مساحة الدايرة، مساحة الدايرة 2 باي نق، فانا دلوقتي عايزين نق. طيب القانون اسمه لام شرط على جا لام، الكلام ده بيساوي 2 نق. لام شرطة بكام؟ لام شرطة 8.4 على جا لام اللي هي جا 55 بيساوي 2 نق. تمام. طيب احسب دي بالآلة اشوف هتطلع بكام. هتطلع معاك يبقى دلوقتي 2 نق. حسبت دي بالآلة طلعت معاك 10 وتقريبا 3/10. حلو الكلام. يبقى دلوقتي 2 نق بتساوي 10 و3/10. طب انا عايز النق بس، النق بس هقسم على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا، دي راحت مع دي. تمام. هحسب دي، حسبت دي كده بالآلة طلعت معايا نق بيساوي تقريبا 5.1 سنتي. ده نق. طب هو دلوقتي يا مستر عايز مساحة الدايرة. مساحة الدايرة بيساوي 2 باي نق.
باي نق تربيع قصدي. تمام. هو بيقول لك ايه؟ مساحة الدايرة. تمام. باي نق تربيع لأقرب سنتيمتر مربع. طب الباي هسيبها زي ما هي؟ لا، عشان هو هنا معوض لك بيها، فانت تعوضها مثلا ب 22/7 او 3/14%، كده كده الاتنين واحد. تمام. هيبقى هنا 22 مثلا على 7 في 5.1 تربيع. هترص دي كده على الآلة، هتديك بتساوي تقريبا 82.6 سنتي. لما تيجي تقربها لأقرب سنتيمتر مربع يبقى هنا ايه؟ بتساوي 83 سنتيمتر مربع. تمام كده. ده السؤال فين هي 83 اللي هي الاختيار رقم أ. بعد كده السؤال رقم 11. السؤال رقم 11 بيقول لي هنا إذا كان نق نص قطر الدائرة الخارجية للمثلث ده فإن ص شرطة على 2 ج ص بتساوي كام؟ هو أصلا القانون إيه؟ القانون ص شرطة على ج ص، الكلام ده بيساوي 2 نق. حلو. طب أنا إيه؟ قسمت على الاتنين زي ما قسمت على الاتنين في دي، يعني ضربت 2 في المقام، أقسم برضو على 2 هنا. تمام. يبقى دلوقتي الاتنين هتروح مع الاتنين، يبقى الكلام ده هيساوي مين دلوقتي؟ هيساوي نق. المسألة كده خلصت، اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 12. هنا بيقول لي إذا كان محيط الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج بيساوي 2 باي. تمام. فالاتنين باي دي بتاعت مين؟ دي مش محيط المثلث، ده محيط الدائرة. طيب محيط الدائرة أصلا بيساوي، هو مديهولي هنا ب 2 باي. حلو. طب ايه القانون بتاع محيط الدائرة أصلا؟ اللي هو 2 باي نق، يبقى 2 باي نق بتساوي 2 باي. الباي تروح مع الباي والاتنين مع الاتنين، ده معناه ان النق بيساوي كام؟ النق بيساوي 1 سنتي، ده نص القطر. طيب هو عايز أ شرطة فقط أ زائد ب شرطة فقط ب زائد ج شرطة فقط ج. قطة دي أصلا اللي هي مقلوبة مين؟ اللي هي مقلوبة الجا. يعني الكلام اللي هو عايزه أ شرطة في قطة أ، يعني ممكن أخليها على جا أ، زائد ب شرطة في قطة ب اللي ممكن أخليها على جا ب، زائد ج شرطة في قطة ج ممكن أخليها على جا ج. هو عايز يجمع التلاتة دول يشوفهم بكام. طيب أنا عارف القانون أصلا أ شرطة على جا أ، القانون بتاعي أ شرطة على جا أ يساوي ب شرطة على جا ب يساوي ج شرطة على جا ج. الكلام ده أصلا بيساوي مين؟ 2 نق. طب النق بكام يا مستر؟ النق بواحد، يعني الكلام ده بيساوي 2. حلو. يعني كل واحدة منهم أ شرط على ج أ بتساوي 2، ب شرط على ج ب بتساوي 2، ج شرط على ج ج بتساوي 2. يعني لما اجي اعوض هنا كل واحدة فيهم ب2، يبقى 2 زائد 2 زائد 2 يبقى بكام الكلام ده؟ ب6. فانا هنا هختار الإجابة ج. السؤال اللي بعديه مجموعة حل المعادلة دي. سؤال رقم 13. مجموعة حل المعادلة مقياس 2 س سالب 1 زائد 5 بيساوي 0، طلع ال5 بره تبقى سالب 5. طبعا مفيش مقياس بيساوي سالب، يبقى هنا مجموعة الحل بتساوي ايه؟ مجموعة الحل بتساوي فاي. وكده المسألة خلصت. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 14. مديني هنا إذا تقاطع منحنى الدالة د وده الأس سالب 1 دي الدالة والدالة العكسية بتاعتها، يبقى هنا الس بيساوي الصاد. نقطة تقاطع منحنى الدالة والدالة العكسية اللي هي س بتساوي صاد بالشكل ده. طيب السين هنا بكاف تربيع، تبقى دي كاف تربيع بتساوي الصاد اللي هي بواحد. كاف تربيع بتساوي 1 يبقى كاف بس هتساوي موجب وسالب جذر الواحد اللي هي موجب وسالب كام؟ موجب وسالب 1. وكده السؤال خلص. فانا هنا اختار اللي هي الاختيار ج. طب السؤال رقم 15 بيقول لي ايه في رقم 15؟ اذا كان د وري دالتين حيث د س بتساوي 3 س زائد 1 وري س بتساوي س تربيع سالب 5، عاوز د تركيب ر. طيب السؤال بتاع التركيب قلنا الدالة الأولانية اللي هي د، هشيل كل س أخليها قوس، أدي 3 في قوس زائد 1. هكتب جوه القوس الدالة التانية اللي هي ر اللي هي س تربيع سالب 5. حلو الكلام. طيب دي اللي ممكن أضرب التلاتة هنا وهنا، تبقى 3 س تربيع سالب 15 زائد 1، تبقى 3 س تربيع زائد 15 سالب 15 زائد 1 تبقى سالب كام دلوقتي؟ 14. طيب هو عايز ايه يا مستر؟ هو عايز د تركيب ر كام؟ 2. يعني اشيل السين اكتب مكانها 2، اشيل السين اكتب مكانها 2 تبقى دي 3 في 2 تربيع ب4 سالب 14.
3 في 4 ب12 ناقص 14، 12 ناقص 14 يعني الكلام ده بيساوي كام؟ سالب 2 اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعديه رقم 16 بيقول لي ايه في السؤال رقم 16؟ بيقول لي هنا لو كان عندك لوغاريتم س زائد 2 زائد لوغاريتم س ناقص 2، الكلام ده بيساوي 1 ناقص لوغاريتم 2. تمام، هعمل ايه في ده؟ لما يكون عندي في الاول كده، خلينا في الناحيه اليمين في الاول، عندي زائد او ناقص في وسط اللوغاريتمات، باخد لوغاريتم واحد بس. تمام، واللي قدام اللوغاريتم سواء ده او ده بيتضربوا كده في بعض. تمام، فهنا هيبقى لوغاريتم س سالب 2 او س زائد 2 في س سالب 2، الكلام ده بيساوي 1 ناقص لوغاريتم 2. الواحد ده اللي هو لوغاريتم 10 اصلا. تمام، لوغاريتم كام؟ لوغاريتم 10 ناقص لوغاريتم كام؟ ناقص لوغاريتم 2. حلو، هنا هاخد لوغاريتم واحد بس، اضرب دول في بعض، دول عددين مترافقين، هيبقى الاول في الاول ناقص التاني في التاني، الكلام ده بيساوي، هنا اخد لوغاريتم واحد بس واقسم الارقام دي تبقى هنا 10 على 2. لما يكون عندي طرح بقسمه 10 على 2 فعل كام؟ 5. دلوقتي بيجي لوغاريتم بيساوي لوغاريتم، لوغاريتم بيساوي لوغاريتم، يبقى اللي قدام اللوغاريتم بيساوي اللي قدام اللوغاريتم. تمام، يعني دلوقتي هتبقى س تربيع سالب 4 بتساوي 5، تطلع دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني س تربيع بتساوي 5 زائد 4 اللي هي بتساوي 9، س تربيع بتساوي 9 يبقى س بس هتساوي موجب وسالب جذر ال9، يعني دلوقتي هتساوي المفروض موجب وسالب كام؟ 3. قبل ما استعجل واكتب مجموعة الحل 3 وسالب 3 أشوف الأرقام اللي تنفع، 3 تنفع ولا ما تنفعش، وسالب 3 تنفع ولا ما تنفعش. حلو الكلام. مبدئيا لازم يكون الرقم اللي قدام اللوغاريتم موجب، يعني هنا الرقم اللي قدام اللوغاريتم كل ده لازم يبقى موجب، والرقم ده كله لازم يبقى موجب. تمام، فلو انا عوضت بالسالب 3 هيبقى سالب 3 موجب، لو انا عوضت في الاولانيه سالب 3 موجب 2 هتبقى سالب 1، فهنا قدام اللوغاريتم سالب مش هينفع، ولا في الثانيه برضه هينفع، فكده السالب 3 مالها مرفوضه، هتنفع الثلاثه بس اللي هي الموجبه. فانا هنا اختار مجموعه الحل اللي هي كام؟ اللي هي 3 اللي هو الاختيار رقم ا. السؤال رقم 17 بيقول لي ايه؟ السؤال رقم 17 بيقول لي اذا كانت النهايه بتاعت الداله الاولانيه دي بتساوي نهايه الداله الثانيه. طب تعال نشوف الاولانيه، نهايه، ده سؤال رقم 17. نهايه عندما س تقول كده لسالب 1، هنا هيبقى س اس 15، موجب ده انا هخليها سالب في سالب عشان تبقى شبه القانون، على س سالب برضو في سالب 1. حلو الكلام. الاولانيه دي اللي هي سالب 1 ممكن اخليها اس 15 عادي جدا، عشان كده الاس فردي. تمام، فالاس الفردي ما بيعملش اي حاجه عادي جدا، فدي هخليها كده 15. طيب هنا دي بتتحل ازاي يا مستر؟ بتحل الاس اللي فوق على الاس اللي تحت، هيبقى 15 على 1 في الرقم اللي هو بتاع النهايه اللي هو سالب 1، اس اللي فوق ناقص اللي تحت تبقى اس كام؟ 14. هتعمل دي كده، الاس الزوجي بيطير السالب، هيبقى 1 اس 14 ب 14 بواحد قصدي في 15 اللي هي بتساوي كام دلوقتي؟ بتساوي 15. يبقى الاولانيه بكام؟ ب 15. طب الثانيه يا مستر؟ الثانيه اللي هي كده نهايه عندما س تقول لكاف. تمام س اس 5 سالب كاف اس 5 على س اس 3 سالب كاف اس 3. دي هتتحل ازاي؟ بتتحل برضو نفس الكلام، الاس اللي فوق على الاس اللي تحت في الرقم بتاع النهايه اللي هو كاف، اس اللي فوق ناقص اللي تحت اس 5 ناقص 3 اللي هو كام؟ 2. حلو الكلام. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ خلاص احنا لسه جايين من شويه ان دي هتساوي دي، هساوي الاتنين ببعض، يبقى دلوقتي يا مستر 5 على 3 في كاف تربيع، الكلام ده بيساوي 15. انا عايز الكاف، الخمسة على 3 تروح الناحيه التانيه بالمجلوب، يعني هنا كاف تربيع هتساوي 15 في 3 على 5. 15 في 3 على 5 هتديك 9، يعني دلوقتي كاف تربيع هتساوي 9، ده معناه ان كاف بس هتساوي موجب او سالب جذر ال9 اللي هي موجب وسالب كام؟ موجب وسالب 3. فانا هنا هختار موجب وسالب 3 اللي هي الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعديه رقم 18. سؤال رقم 18 بيقول لي هنا اذا كانت النهايه بتاعت س تقول ل6، هنا هيبقى س سالب 5 اس كاف سالب 1 على س سالب 6. س سالب 6 دي انا ممكن اخليها كده س،
والسالب 6 افكها سالب 5 عشان تبقى شبه القانون سالب 1 بالشكل ده. تمام. الكلام ده هو جه اللي بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 7. تمام. طب تعال نكمل. دي خلاص شبه القانون، فبقول الاس اللي فوق على الاس اللي تحت. طبعا الواحد ده ممكن اخليها اس كاف عادي، يبقى الاس اللي فوق اللي هي كاف على الاس اللي تحت في واحد اللي هو الرقم ده، اس اللي فوق ناقص اللي تحت اس كاف ناقص اي حاجه في الدنيا. تمام. هتبقى كاف ناقص 1. الكلام ده بيساوي 7. كاف على 1 فيها كاف، 1 اس اي حاجه في الدنيا ب1 يبقى كاف 1 بكاف. الكلام ده بيساوي كام؟ 7. يبقى هنا الكاف بكام دلوقتي يا مستر؟ ب7. فهنا اختار الاختيار رقم أ. السؤال اللي بعديه الاسئله المقاليه، بيقول لي هنا سؤال رقم 19. اذا كانت د س بتساوي 3 س تربيع زي ما انت شايف كده داله مجزئه المجال. بعد كده بيقول لي الداله مالها متصله عند س ب2. طالما متصله يبقى داله 2 تساوي داله 2 اليمنى تساوي داله 2 اليسرى. حلو الكلام. فين هي داله 2؟ داله 2 اللي هي لما تبقى الس ب2، يعني الس ب2 لما تبقى بكام دلوقتي؟ ب16. يبقى هما الثلاثه كده بيساوي 16. طب اجيب داله 2 اليمنى. فين داله 2 اليمنى اللي هي اكبر من 2 دي كده؟ يعني اشيل السين هنا اكتب مكانها 2 واساويها بمين؟ واساويها بال16. طيب ادي داله 2 اليمنى بقسم كده الصفحه نصين. داله 2 اليمنى بتساوي 16. داله 2 اليمنى اشيل السين هنا تبقى 3 س تربيع، اشيل السين اكتب مكانها 2 تبقى 3 في 2 تربيع. تمام. زائد ج س اللي هي زائد 2 في ج سالب 2 ده بيساوي 0، بيساوي 16. تمام. 3 في 2 تربيع 3 في 4 ب 12. تمام. زائد 2 ج ناقص 2 بيساوي 0، هيبقى بيساوي 16. 12 ناقص 2 10 يبقى 10 زائد 2 ج بتساوي 16. اودي ال10 بره الناحيه التانيه بعكس الاشاره تبقى 10 ج هتساوي 16 ناقص 10 تبقى كام دلوقتي؟ تبقى 6. قسمت على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا، دي راحت مع دي تبقى الجيم بكام دلوقتي؟ ب3. يبقى انا معايا جيم. طب تعال نشوف التانية اللي هي اهي نفس الكلام. دالة فين هي؟ دالة 2 اليسرى بتساوي برضو 16. دالة 2 اليسرى اللي هي 2 س سالب ه. الاتنين السين هخليها ايه؟ هخليها اشيل السين اكتب مكانها 2 تبقى 2 في 2 ناقص ه. الكلام ده بيساوي 16. تبقى 2 في 2 ب4 سالب ه بتساوي 16. انا عايز الهي تطلع دي بره الناحيه التانيه بعكس الاشاره تبقى سالب ه بتساوي 16 ناقص 4 تبقى سالب ه هتساوي 12. هشيل السالب من هنا اكتبها هناك تبقى هنا بتساوي كام؟ سالب 12. دي الهي. طب بعد كده هو عايز ايه يا مستر؟ هو عايز قيمه 4 ج زائد ه. 4 ج زائد ه نوسع بس كده شويه. ادي المقدار اللي هو عايزه 4 ج زائد ه. هشيل الجيم اكتب مكانها قيمتها واشيل اله اكتب مكانها قيمتها. تمام. تبقى دي 4 في ج اللي هي ب3 زائد ه اللي هي بكام يا مستر؟ بسالب 12. 3 في 4 ب12 موجب في سالب بسالب 12 ناقص 12 يعني الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. كده خلصت المسألة. سؤال رقم 20 بيقول لي هنا مثل بيانيا الدالة دي د س بتساوي س سالب 2 الكل أس 3 سالب 1. دي دالة تكعيبية. تمام. عايز أجيب نقطة التماثل في الأول. الرقم اللي جوه القوس بيبقى إزاحة سينية بعكس الإشارة تبقى 2. الرقم اللي بره القوس إزاحة صادية بنفس الإشارة تبقى كده كام؟ سالب 1. ونرسم عايزين مجال ومدى وطرد النقط. طيب نعمل المحاور هنا. هنا عملت شبكة تربيعية كده قدامك. ده محور طبعا السينات وده محور الصادات. حلو الكلام. نقطة التماثل بتاعتي 2 وسالب 1. هنا 2 وهنا كده السالب 1 تبقى نقطة التماثل هنا كده. تمام. طيب هنا عايز ارسم دالة تكعيبية. دالة تكعيبية بتترسم كده نصها كده لفوق ونصها كده لتحت من عند النقطة دي. عايزين نجيب مجال مدى اطراد نوع هنا. فهنا يا مستر المجال بتاعي بيكون ح. المجال في سهم يمين وفي سهم شمال. ايوه ده سهم كده رايح ناحية اليمين وده سهم كده رايح ناحية الشمال. فدلوقتي المجال بتاعي بيكون ح. طب المدى في سهم لفوق وفي سهم لتحت. ايوه ده طالع كده لفوق وده نازل لتحت يبقى المدى بتاعي برضو ح. النوع
دي زوجيه ولا فرديه؟ دي طبعا لا زوجيه ولا فرديه، عشان دي لا تماثل حول محور السينات ولا تماثل حول محور الصادات. تمام. ايه تاني؟ الاطراد دي تزايديه ولا تناقصيه؟ هنا القوس السين هنا موجبه، او تعرفها منين؟ ايدك كده على محور ايدك على اخر رسم في الشمال، وامشي كده بصباعك ناحيه اليمين هتلاقيها كلها طالعه لفوق. يبقى هنا الاطراد مالها مستر؟ تزايديه على المجال بتاعها كله. وكده الامتحان خلص. نشوفكم ان شاء الله في امتحان جديد. لو عجبك كده الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وتعملوا شير وتكتب لي كومنت، ونسال الله عز وجل التوفيق، وربنا كده يوفقنا ويوفقكم جميعا. مع السلامه.